يا مساء الخير على احلى متابعين لقناتي فرن الابداع. النهارده هعمل لكم صينيه حلوه قوي فيها بطايه جميله. هوريكم طريقه البط بكل تفاصيلها اللي هتخلي طعمها زي الفل. طبعا الصوره بتتكلم عن نفسها. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، فعلوا زر الجرس ودوسوا على الكل عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديده. يلا بينا على طول على المقادير. دلوقتي انا عشان اعمل بطايه انا مش هحتاج اكتر من ان هجيب نص كيلو رز اي نوع زي ما متاح عندك. التوابل عندي كزبره وملح وفلفل اسمر. هعوز طماطمايه وبصلايه للشوربه، وهعوز بصل كمان عشان اعمل بيه الرز عشان احشي البطايه. تابعوا معايا المكونات اللي هعمل كلها قدامكم وهنشوف هنعمل ايه. اول حاجه انا عملتها انا حطيت البصله اصفرت كده زي ما انتم شايفين، وبعد كده هنزل عليها بالرز. دلوقتي انا حطيت ملح وفلفل على حسب ما هتبل الرز، بس هيبقى الملح زياده شويه عشان يملح لي البطايه من جوه. هبدا دلوقتي اقلب فيهم الف لفتين، وبعدين هحط عليهم الميه لغايه لما يستووا 3/4 سوا. دلوقتي انا طشيت الميه اهو زي ما انتم شايفين. هغطي بس الحله واسيبها تستوي على نار هاديه خالص 3/4 سوا. بعد كده نبدا نحشي البطايه معانا. دلوقتي انا الرز استوى عندي 3/4 سوا زي ما انتم شايفينه، وهو لونه بني شويه يمكن الكاميرا مش مبينه. انا مش محتاجه حتى اللون في حاجه، انا كل محتاجه النكهه زي ما انتوا شفتوا البصل والحاجات دي نكهته معايا. دي البطايه انا نضفتها وخليتها زي الفل زي ما انتوا شايفين. هبدا دلوقتي احشيها، وفي الوقت ده برضو انا حاطه على النار حله فيها ميه بتغلي عشان اول ما اخلص اسقطها. هوريكم المنظر. انا دلوقتي حطيتها بعد ما حشيتها، حطيتها في ميه، حطيت معاها بصل وطماطمايه ورق لورا وحبهان وهقفل عليها دلوقتي. اول ما تستوي هوريكم ازاي هنحمرها. انا بعد ما اتسلقت معايا سلق حلو حسب الوقت وحسب حجم البطايه بتاخد منكم قد ايه. انا حمرت معاها شويه من الممبار كانوا عندي. بصوا ده المنظر النهائي. زينوها باي شكل تحبوه. طبعا انتوا عارفين ان العين بتاكل قبل البق، فيعني حاولوا ان انتوا تزينوا ويخليها منظرها حلو. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وهقابلكم في وصفات جديده.